يا ترى سر النجاح الحقيقي إيه؟ هل هو بس إننا نحط خطط كويسة ونطلب من ربنا يباركها؟ إجابة صادمة من الكتاب اللي معانا النهاردة. كثيرا ما يضع البشر خططهم ثم يسألونني لكي أباركها، لكن لا يمكنني أن أضع ختم موافقتي وبركتي على ما يفعلون، لأنهم يسعون في تنفيذ خططهم الخاصة. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفع. أهلا بيك في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. الكتاب ده بيفتح لنا عينينا على أبعاد جديدة في علاقتنا بالله وتنفيذ مقاصده، وبيقدم لنا مفاتيح عملية. من أهم النقط اللي بيوضحها خطط الله مقابل خطط البشر. الكتاب بيأكد إن كتير من البشر بيحطوا خططهم الخاصة وبعدين يطلبوا من ربنا يباركها، لكن في الحقيقة ده مش ممكن يحصل، لأن الله لا يبارك إلا خطته هو. فالمهم هو إننا نكتشف خطة الله لحياتنا ونمشي فيها، مش العكس. الامتلاء بالروح القدس هو الأساس. الكتاب بيشرح إن خطة الله لكل مؤمن هي الامتلاء بالروح القدس، وده بيظهر من خلال علامات زي التكلم بألسن والتنبؤ، أو زي ما الكتاب بيقول التكلم بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. الكتاب يوضح إن السلوك في خطة الله ليه ثمن لازم ندفعه، وده معناه إخضاع ذواتنا ورغباتنا لمشيئة الله، وده ممكن يكون صعب على الجسد، لكنه الطريق الوحيد للبركة الحقيقية. الكتاب بيشجعنا كمان على الوقار في حضرة الله، ده مفتاح لاختبار حضور الله وقوته، وبيأكد إن العبادة الحقيقية في العهد الجديد مش مجرد طقوس جسدية، لكنها عبادة بالروح والحق. النور في السلوك هيوضح لك إزاي تعيش حياة مقدسة. الرقص بالجسد أم بالروح، هتعرف من خلاله الفرق بين العبادة الجسدية والروحية. حضور الله وقوته، الوقار، مفتاحك الشخصي لاختبار حضور الله. التكلم بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، علامة الفيض الروحي وفوائدها. إظهارات الروح القدس، هتبدأ تفهم إزاي الروح القدس بيعلن عن نفسه. دفع الثمن، ده الفصل اللي هيغير حياتك تماماً. مصادر الكتاب ده موجودة في وصف الحلقة، وكمان عملنا لك رابط بالAI في الوصف، تقدر تسأله عن أي حاجة في محتوى الكتاب. مثلا ممكن تسأله بصفتي شخص مسيحي إزاي الكتاب هيفيدني في تعلم المبادئ الكتابية. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك، ياريت توصله الناس تانية يمكن يستفيدوا هما كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.